السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير وتكون الامور بصحة جيدة. اليوم البنات جيتكم بهذا الفيديو اللي هو خفيف، راح نعمل معكم توفيه كراميل يعني على طريقتي يعني وتخرج توفيه ما شاء الله. يعني تعرفوا يعني في المحلات غاليه، الثمن تاعها ما نكذبش عليكم غاليه بزاف، وما تشري يعني كميه يعني صغيره ما تكملكش النوع نتاع الكاطو اللي تخدم بها. المهم هنايا جبت لكم هذه الطريقه يعني ما شاء الله. هنا واش عندي كاس تاع السكر، خليته يعني يتكرمل مليح كما تشوفوا في الصوره. شوفوا هنايا من بعد ما تكرمل مليح السكر نتاعي زدت له مغرف نتاع الزبده عادي نتاع لابيل، نخلطها مليح نخليها تذوب مع السكر. نخلط مليح حتى تذوب لي الزبده هذيك مع السكر. هنا واش نزيد، عندي كاس تاع الحليب، نضيف شويه برك ونخلط، ما نضيفوش كامل، شويه برك نخلط مليح. وما نحبش نتحرك، نقعد نحرك فيه باش ما يلصقليش في الكسرونه. انا نزيد نضيف الكاس كامل دفعه واحده ونخلط. نخلط مليح حتى يذوب السكر والحليب. هنا واش عندي شويه نتاع الحليب، ماشي نص كاس، يعني شويه، وملعقه من النشا، يعني حطيت ملعقه نتاع النشا. انا درك نرجع نخلط بالفوي كما تشوفوا. ويعني البنات ما تخافوش، هذوك الحبيبات تاع النشا راهم يذوبوا مع الحليب والسكر، يعني وصدقوني يعني وصفه مضمونه 100%. يعني ما شاء الله، جربتها شحال من مره ومن في الكاطو يعني يعني تيجي فيها واحد بنه يعني ما شاء الله، والله تقول نتاع المحلات يعني التوفيه يعني ما شاء الله. هنايا عقدت شويه، انا خليتها شويه جاريه، وانتم اللي كنتخليوها يعني شويه عقده خليوها زيد شويه. هنايا نفرغها في الصحن ونغطيها بورق شفاف، ومن بعد ما تبرد نميكسيها في البريميكسور او في الخلاط، المهم اللي عندكم متواجد، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم ان شاء الله. وما تبخلوش عليا بالجام، ديما اقرر. هاوليكم التوفيه نتاعي راهي واجده، شوفوا كيفاه درتها هنا في الخلاط يعني، وجات ما شاء الله يعني روعه. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، وتقبلوا عليا لايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جام ربي يسعد الايام. لا تبتغي وجه احد، البشر راك دير، تقدر انسان تنقذه من الموت وينسى خيرك. وشفت كاش شحال من انسان راه مكوي، لماذا؟ يقول لك شحال من الناس درت فيهم الخير وخرجوا لي خرجات واحد اخرين. شحال من انسان انصدم، تنضرب بالكف. شحال من انسان دار الخير ومن بعد تنضرب بالكف. هذاك الانسان اللي درت فيه الخير ظهر لئيم، دار فيك وما دار فيك. الان انت شوف هذاك الانسان، انت ما تقدر تعرفه راح يكون لئيم ولا كريم،
العلم لله سبحانه وتعالى. انا نقول لك كاين واحد هذاك الانسان اللي دير له فيه الخير، دير فيه الخير ولا يهم